عليكم، لاباس عليكم بخير؟ عواشركم مبروكه. معكم شهوة كريمه. اليوم عندنا وصفه جديده ان شاء الله، حلويات العيد. غادي نخدم لكم هذا الصابلي هذا، كل واحد بالنكهه ديالو خاصه، وكل واحد في شكل جديد. هذا المريشم خلاص، هذا ها هو كما تشوفوا، هذا هو اللي خلاص جديد. هذا المريشم هذا هو اللي لقيت حاليا في السوق وعجبني. كاينين مريشمات ولكن ما عجبونيش. وخلاص هادو هما الشكيلات. ندوزو لطريقه التحضير والمقادير. غنحتاجو في المقادير: عندنا رجال الصابلي، عندي هنا 250 غرام ديال الزبده نتاع المارغرين، واللي بغى يدير سبيسيال يديرها، اللي بغى ديال البواطه يديرها. عندي 2 كيسان تاع سنيده تخلي صابلي مقرمش، واللي بغى يدير تجيه صابلي فتي يخلط ما بين سكر كلاصي وسنيده. وعندي 4 البيضات و2 كيسان ديال نتاع سنيده. ندوزو لطريقه التحضير على بركه الله. ما ذكرتش معكم البنات واحد القبيصه د الملحه درتها. غادي نبقاو مستمرين البنات تندخلوا هاد السنيده مع الزبده ونتلاقاو. هانتوما البنات كما دخلنا بهذيك السنيده مع الزبده، هانتوما كما تشوفوا ها هي. دابا غادي نضيفوا البيض، 4 البيضات، وغادي نضيفوا 2 كيسان تاع الزيت. هانتوما البنات كما تشوفوا دابا هما 4 البيضات اللي درت. ها الكاس الزيت الاولاني، ها الكاس الثاني. دابا غادي نخلطوا هذا الشيء مزيان حتى يتخلط لنا هاد العناصر، وعاد نزيدوا عليهم واحد المعلقه ديال الجليكوز كبيره ضروري البنات. ونضيفوا النكهه اللي بغينا حنايا، اي نكهه بغيناها نديروها، اولا اي بسكوي. المهم حتى نخلطوا هادشي ونطلقوا. هانتوما البنات بعد ما دخلنا ديك البيض وديك الزيت في داك الخليط، دابا هنايا تنعلكم كما بغينا، تنتحكموا حنا في هاد العجينه هكا كما بغينا. اما ملي تنبغيو نضيفوا الدقيق راه ما تنبقاوش نعلكوها. راكم كما تشوفوا راني مشاركه معاكم، ماشي مره ماشي جوج. دابا غادي نضيفوا هنا عندي بسكوي، اي بسكوي تتفضلوا، واي ديال باسطه طونيك او شي حاجه كما بغات تكون. طحنتهم وخلطتهم بجوج. تنديروا هنا واحد المعلقه اولا 2 معالق بحال هكا باش يعطيونا واحد اللون موحد، واحد المذاق. وغندير هاد فلون كراميل ها هو، وعاد تنضيف النكهه تاع الكراميل. هاي كما تشوفوا راه من 5 دراهم، وانتم طالعين البنات واحد المعلقه صغيره حتى ديك النكهه. هانتوما البنات غنضيفوا معلقه ديال الجليكوز، تكون معلقه كبيره عامره، لحقاش هاد الجليكوز هو تيخلي الصابلي تيجي مقرمش وما تيتهرسناش، تيحافظ على القرمشه مده طويله. دابا غادي نخلطوا هاد الشيء ونطلقوا باش ندخلوا الطحين في العجين. هانتوما البنات كما تشوفوا دابا تنضيف الدقيق اللي يكون خاص بالحلويات. هانتوما انا تندخلوه غير برؤوس الاصابع، ماشي تنعليك ولا تندير لها هكا باش ما تتجمعش معكم العجينه في الفران، ما تبقاش في الشكل ديالها كما هي. هانتوما غير هكا بحال تلعبوا معاها حتى تيتجمع داك الطحين. وما تكونش العجينه البنات قاصحه ولا تكون خفيفه. الا كانت قاصحه تتبقى تفرست معكم العجينه، تبغيو تطلقوها ما تجيش مزيانه. الا كان عاود خفيف العجينه نتاع الصابلي تكون خفيفه ما تكونش مزيانه عاوتاني. هانتوما غير هكا من هاد الجهه لهاد الجهه. هانتوما البنات هذا هو الشكل النهائي ديال العجينه ديالنا تاع الصابلي. باش تعرفوها ناجحه معكم تديروها غير هكا، تدير بحال هاد الشكل هذا. انا قسمتها على 3 لحقاش غندير هاد العجينه منها، هاد العجينه 3 تشكيلات. دابا غادي ندوزو للمريشمات ان شاء الله ونبداو على بركه الله. السلام البنات. هانتوما كما قلت لكم انا طلقت دابا العجينه ما بين بلاستيكه وبلاستيكه. هانتوما صافي ملي تطلقوه لحقاش هذا غندير له الشكلاط ما نرقوش بزاف، غادي تجي غير وحده. وملي خاصنا نطلقوه تنديروا لكم باش يجي مقاد، تجي الجهه طالعه وجهه هابطه. دابا البنات غادي نبداو نقطعوا. هذا عندي دائري ها هو. دابا كما تشوفوا البنات حنا طبعنا هاد الصابلي ديالنا بداك المريشم الدائري، وهذا سر من الاسرار ديال العجينه باش ما تلصق لكمش مع البلاستيكه ديالكم. تنضيفوا عليها هاد الفوقانيه ها هي بحال هكا، وتنقلبوا العجينه لعندنا. هانتوما البنات غادي نقلبوا بحال هكا وغادي تحيد معنا بسهوله. هانتوما البنات هذا هو السمك ديالو كما تشوفوا، راه ماشي غليظ بزاف وماشي رقيق بزاف. هانتوما راه تيتحيد معنا بكل سهوله. هانتوما البنات كما تشوفوا اللي عندها ورق الطبخ تفرشوا لهاد لاطات ديال الفرن، اللي ما عندهاش دير غير لاطه عاديه وصافي. غادي نبقاو مستمرين هكا البنات، وغادي نسخنوا الفران تيسخن مزيان، وغادي نقلوا عليه كي الشميعه البنات، ونديروه في الجهه الفوقانيه ديال الفران اللي عندها الفران ديال الغاز. هانتوما البنات هذا دابا دزنا الشكل الثاني.
هانتوما نطلقتو بهذا المدلك عادي، تنخليوه شويه غليظ ونديروه بهذا المدلك هذا الثاني. هذا خلاص الزواقه تخرج منه، ما غادي نحتاجوش عاد نزوقوا هذا الشكل هذا. هانتوما غنطلعوا بحال هذا الشكل هذا من هنا. غنديروا البنات هذا المريشم هذا اللي فيه هاد من هنايا هكا مسدوده، وهذه من هنا فيه هاد محلوله. غنبقاو نطبعوا نديروا وحده مسدوده وحده محلوله بهذا الشكل هذا. هذا خلاص تيجي شويه ما بين رقيق وما بين غليظ، باش نلصقوا وحده مع وحده البنات. هانتوما البنات هذا تيجي بهذا الشكل زوين. السلام عليكم البنات، حنا دابا رجعنا. هذا هو الصابلي ديالنا ومن دوك الشكيلات نتوما كما تشوفوا، راه الطياب ديالو موحد تيجي محمر، تيجيش ابيض. غادي نديرو التعليكه، راني مشاركه معكم. تديروا 3 المعالق ديال الناباج و4 المعالق ديال الجليكوز هانتوما، وتنضيف عليها واحد 2 قطع ديال الشوكولاط ابيض. غادي الا بغيتو تزيدوا لها نكهه تكون ديال الناطا ولا شي نكهه اللي تكون بحال ديال الاناناس ولا ديال الكوك ماشي مشكل. هذا هو الشوكولاط اللي غادي نديرو نتوما كما تشوفوا البنات. ها هو انا تنستعمل الشوكولاط كالا، ما تزيدوا فيه لا زيت لا والو. غادي ندوزو الكاوكاو كونكاسي هانتوما البنات. ها نتوما كما تشوفوا تدوزو كاع الجنيبات باش تجي الصابليه مفينيه، تجي على هذا الشكل صابليه. البنات حنا رجعنا. هذا هو الشكل الثاني اللي قلت لكم تاع صابلي. ها هو درت له النكهه ديال القهوه في التعليكه هذه. كما تعرفوا راه قلت لكم 2 معالق ناباج و3 ديال الجليكوز باش تجي التعليكه شاده راسها مزيان. وبالنسبه لهذا المريشم هذا هو ديال الشوكولاط، هذا راه عاد جديد، عاد لقيته في السوق داخل صراحه ما كاينش شي حاجه. المهم هذا هو اللي بعدا بان لي زوين. نتوما تشوفوا كيما تيجي. باقي غادي نزينوه، اما تزينوه بعقيق ولا بورق الذهب ولا اي ولا شوكولا رولي اللي بغيتو. غادي عاود الثانيه هانتوما كيما تشوفوا. ها الزواقه ديالو البنات صراحه الله زوين. سلام البنات، هذا الشكل الاخر الثالث هانتوما ديال داك المدلك اللي وريتكم. هانتوما درت هاد الحشوه هذه راه غير بالبسكويه البنات، درت فيها شويه ديال القرفه وشويه ديال الكاكاو وشويه ديال المسكه. واللي بغى يعمرو حتى بالتمر على هاد الطريقه هذه، حتى بالتمر تيجي رائع البنات، اولا باللوز. دابا نحضروا معكم باللوز سوا تيجي رائع، والمذاق ما نقولكمش عليها البنات. ندوزو بهذا المريشم هذا باش طبعته في النوبه الاولى، غنطبع به حتى الحشوه ديالنا. واللي بغات دير لها التعليكه دير لها. هانتوما البنات صابلي ما تيدي فورما ما حتى شي حاجه، تيبقى هو هانتوما. وغادي راه قطعت به هاد هانتوما، قطعت به هاد الحشوه. غير هو شويه البنات تيعذب في الهزان. ملي تبغيو تجمعوه انا جمعته بشويه د العسل، غير شويه باش ما يجيكمش حلو بزاف، وتدهنوا يديكم شويه د الزيت وتلقاو ما بين البلاستيك. تنديروا لهاد الطريقه هكا نتوما البنات، تتقادوا على الشكل هذا. هاد اللي هنايا يا ما ترشوه بالكاكاو اولا بمايزينا اللي بغيتو ترشوا بها وديروه في المريشم باش ما تيلصقش، راكم عارفين. هانتوما تنضغطوا واحد شويه وتنبقاو نقادوه من هنا من الجنيبات على هذا الشكل هذا. نتوما الحشوه اللي بغيتو ديروها ديروها، واخا ديروا كاوكاو على شكل عقده وتعمروا به تيجي رائع البنات. السلام عليكم البنات، حنا رجعنا.
التشكيلات ديالنا هما هادو ديال الصابلي كما تتشوفوا. هذا بلي فروي كما تتشوفوا، كاوكاو كونكاسي والعقيق. مبغاش يدير العقيق ما يديروش. هذا خلاص هي بالشوكولات. هادو راه النكهات كل وحده مختلفه على الاخرى. هذا بالشوكولات كما تتشوفوا، وفي هاد ورق الذهب. هذا عاوتاني فيه الفاني، النكهه ديالو بوحدها، وديك التعليكه ديال الفرومبواز اولا الكاسيس ولا الفريز. هذا خلاص فيه الشوكولا، ما درتوش انا كامل كحل ولا ابيض، هرستو بشويه داك الشوكولاط الابيض. خلاص هذا دايره فيه في العجينه ديالو الكراميل والبسكوي، راني كنت قلتها لكم، طحنته هو وطونيك باستا. هذا خلاص هو اللي كنت وريتكم البارحه البنات، ديال اللي فيه ديك الحشوه ديال البسكوي مع النكهه ديال المسكه الحره وشويه ديال القرفه. اللي بغى يضيف له هنا اللوز ولا اي حاجه يضيفها له، انا خليته غير هكا سامبل. هذا حتى هو هذا التشكيل هذا، وفيه داك ساتيو. هذا خلاص راه فيه حتى هو البسكوي لداخل. هذا خلاص فيه الكراميل، وهذا فيه الفاني. كل حاجه باش منكهه. هادو هما الشكيلات ديال الصابلي ديالنا. تنتمنى يكون عجبكم هاد الشكيلات وعجبتكم هاد الوصفه. كانت معكم شهوات كريمه، عواشركم مبروكه وعيدكم مبارك سعيد. تنتمنى منكم البارطاج مع العائله والاصدقاء ديالكم، ودعموني بواحد لي لايك، والى وصفه جديده ان شاء الله. الى اللقاء.